إنني ثنائية الميول، أحب الفتيات. أقولها بصوت عال لأول مرة. ثنائية الميول. أنا ثنائية الميول الجنسية. أحسنت يا نورما. أحسنت يا نورما. انت مش بتحلم، اللي انت شايفه دلوقتي ده حقيقة. الكرتون اللي ابنك بيتفرج عليه في التلفزيون بيسمع فيه الكلام ده. يعني ما تفكرش عشان مانع التليفون عن ابنك مش هيقع قدامه مشاهد خليعة زي دي. في السنوات الأخيرة ظهر نوع من الكرتون اللي المفروض يكون للتسلية والتعليم، لكن الحقيقة صادمة لدرجة إنك ممكن تكسر التلفزيون. بعض الحلقات بتوصل للأطفال رسائل غريبة مليانة أفكار ممكن تغير طريقة تفكيرهم قبل ما يعرفوا أصلاً الصح من الغلط. والمفاجأة الأكبر، ده بيحصل دلوقتي في مصر على قنوات أطفال مشهورة قدام ملايين العيون الصغيرة اللي مش عارفة تدافع عن نفسها. اسمع كده الكلام ده من شخصية كرتونية لابسة حجاب بتقول إيه؟ هذه أخبار مفرحة. أريد أن أعترف لك، أنا معجبة بك. الله لدي أكبر. مشاعر نحوك منذ بعض الوقت. الله أكبر. أريد أن أعلم إن كنت كذلك. يمكنك أن تجيبي كما تشائين. واللي بيصنع الكرتون ده واللي بيسمح بعرضه غالباً ناس كبيرة في الصناعة والفن عندهم هدف، والرسائل دي مش بريئة ولا من غير ما تكون مقصودة. فكر معايا لحظة، هل أطفالنا فعلاً بيتربوا زي ما احنا عاوزين، ولا احنا بنسيب عقلهم يتشكل من غير ما ناخد بالنا؟ شوف مثلاً مسلسل منصور، مغامرات طفل عربي وأصدقائه. ظاهر إنه تعليم وترفيه، لكن بعض الحلقات فيها مشاهد تفهم على إنها دعم للمثلية الجنسية. حلقة زي نانو الشقي فجرت مواقع التواصل، وناس كبار في السن قالت أنا حاسس إني بشوف حاجات عمري ما سمعت عنها في سني ده. نفس الكلام حصل مع فيلم لايت يير من ديزني اللي ظهر فيه مشهد بوسة بين شخصيتين نسائيتين، وده خلى بعض الدول العربية تمنعه بما فيها مصر. والفيلم حقق ملايين الدولارات، وده معناه إن المحتوى ده بيتسرب للأطفال بشكل طبيعي وبدون رقابة. سبونج بوب الكرتون الأشهر عالمياً برضو اتقال عنه إنه فيه إيحاءات ممكن تفهم على إنها دعم المثلية الجنسية. الموضوع يبدو بسيط، لكنه بالنسبة للطفل ممكن يكون رسالة غريبة تدخل عقل صغير قبل ما يفهم. وفي كرتون تانيين زي فوركيز وأدفنشر تايم، ناس لاحظوا رسائل ثقافية وسياسية معقدة، بعضها مرتبط بالهوية الجنسية والاختيارات الفردية، وكل ده في سياق كوميدي أو مغامرة للأطفال. وده مش هزار، المشكلة أكبر من مجرد حلقة هنا أو هناك، ده محتوى يومي مستمر وبيأثر على ملايين الأطفال اللي مش قادرين يفرقوا الصح من الغلط. ردود الفعل كانت عنيفة جدا من الأهالي والمجتمع المدني. على السوشيال ميديا هاشتاجات زي MBC3 تروج للشذوذ الجنسي انتشرت بشكل واسع، والناس عبرت عن صدمتها وقلقها. الحقيقة المرة إن الموضوع مش مجرد محتوى، ده رسالة ثقافية ممكن تغير تفكير أطفالنا وتخليهم يشوفوا العالم بشكل مختلف تماماً عن القيم اللي تربوا عليها. بعض الأهالي لاحظوا أطفالهم بيقلدوا تصرفات أو عبارات من الكرتون، وده تأثير مباشر حتى لو الكبار مش واخدين بالبال. طيب نعمل إيه؟ إزاي نحمي أطفالنا؟ أول خطوة هي مراقبة المحتوى. تابع كل اللي بيتفرج عليه الطفل على التلفزيون أو الموبايل. استخدم الرقابة الأبوية على كل الأجهزة، ده مش رفاهية، ده حماية حقيقية. اتكلم مع أطفالك عن القيم، وضح لهم الصح من الغلط، وكرر الحوار بشكل مستمر. اختار محتوى يتوافق مع قيمنا وتقاليدنا، وبدل أي برنامج فيه إشارات مثيرة للجدل ببرامج تعليمية وثقافية صحية. الخطوات دي بسيطة لكنها فعالة جداً لو اتطبقت بشكل مستمر. الكرتون اللي بيعرض للأطفال مش مجرد رسومات بريئة، ده رسائل وأفكار تدخل عقول صغيرة قبل ما تكون مستعدة تفهم، وبتشكل شخصيتهم من غير ما نحس. والسؤال اللي لازم نسأله كلنا، هل إحنا هنسيب الجيل الجديد يتربى على قيم مختلفة عن قيمنا من غير ما نحميهم؟ فكر فيها وشارك الفيديو مع كل أهلك وأصحابك قبل ما يكون الأوان فات.